السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. عندي كام سؤال يمكن شوية تحسوا انها اسئلة مجنونة، لكن مهمة جدا، وهقول لكم ليه انا سألتها. اول سؤال: هو احنا فاكرين حياتنا في الرحم؟ هو عقلنا لسه محتفظ بذكرياتنا في بطون امهاتنا؟ هو قدرات ذاكرتنا تقدر توصل للمرحلة دي؟ عايز تعرف؟ هقولك، بس قبل ما اقولك هدي النور، سماعتك في ودانك، قهوتك. انا اسلام انور، بتكلم عن علم النفس، تطوير الذات، لغة الجسد، العلاقات، عشان نوصل لحياة سوية. لو انت بتتابعني على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك، ما تنساش تعمل لي فولو ولايك وكومنت وشير. ولو بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لانه ده بيدعمني اكمل محتوى. يلا بينا. حكايتنا مع المية حكاية غريبة جدا. اول علاقة لينا كانت مع المية كانت في الرحم، لما كان كل واحد فينا غرقان في السائل الامنيوسي وعامل زي السمكة اللي عايشة في البحر. حالة جميلة من المتعة والهدوء والدفء. الاكل والشرب بيوصل لحد عندك، حتى الاكسجين مش بتعمل اي مجهود عشان تحصل عليه. قمة الامان والاطمئنان والرفاهية. ملك متوج على عرش الرحم. مفيش خوف، مفيش ألم، مفيش مسؤولية. جنة كاملة بكل مواصفاتها، لغاية ما يجي اليوم الموعود وتتزلزل الأرض من تحتك، وتنهار السماء من فوقك، وتنفجر شلالات المية من كل ناحية، وينقبض عليك جدران الرحم بكل قسوة عشان تطردك من جنتك، زي ما أبوك آدم اتطرد من جنته بالظبط. وتنزل على الأرض ويبدأ الخوف والألم والمسؤولية. زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات، إن كتير من الأمراض النفسية ممكن تتفسر من وجهة نظر معينة، زي الرجوع للخلف في تاريخ تطورنا ونمونا النفسي لغاية آخر لحظة كنا فيها في أمان وتوازن نفسي. ومن أصعب الأمراض دي مرض الفصام، اللي المريض بيرجع فيه لمرحلة تبدأ من الولادة لسن 2 سنين. في ظاهرة شهيرة جدا في بعض المرضى النفسيين زي اللي عندهم الفصام والهوس، هي إنهم بيحبوا المية وبيبقوا عايزين يشربوا مية كتير جدا، لدرجة إن بعضهم بيحصلوا مشاكل عضوية بسبب نسبة زيادة المية في الجسم، المعروف بتسمم المياه. رغم إن في تفسيرات كتيرة للظاهرة دي، لكن من أهم تفسيراتها النفسية هي رغبة المرضى دول بالاتصال بالمية والغوص فيها زي ما كانوا في الرحم. طب فاكر الأسئلة اللي سألتها لك في أول الفيديو؟ الإجابة أيوة، وفعلا وجدا. في عالم نفسي شهير اسمه ستانيسلاف جروف. عم جروف ده بقى عمل ايه؟ عمل مجموعة هايلة من الابحاث في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ولحد النهاردة. بيستخدم طريقة معينة بيخليهم بيها يغيبوا عن الوعي شوية ويدخلوا في حالة من الهلاوس او حاجة زي الاحلام والرؤى. بيسألهم لما يفوقوا هم شافوا ايه وحسوا بايه، ويخليهم يسجلوا او يرسموا اللي شافوه. كتير جدا من الناس كانوا بيوصفوا احساس انهم زي السمكة في البحر، وبعضهم وصف احساسه بشكل تفصيلي اكتر انه كأنه جوه مكان مغلق مليان مية، وبعضهم رسم بوضوح رحم مقفول فيه فتحة صغيرة داخل منها نور، وبعض الناس كمان وصفوا شعورهم بالاختناق او بالضغط الشديد حواليهم او بالزهق والضيق. جروف بيفسر ده ان كلنا عندنا على مستوى ما من وعينا مخزون هائل من ذكريات وجودنا في الرحم، ورغبة دايمة في العودة ليه. والذكريات دي مش بس موجودة في ذاكرتنا المخية، لا دي موجودة في جسمنا وخلايانا، فيما يعرف حديثا بالذاكرة الخلوية أو ذكريات الخلية. وإن الذاكرة دي موجود فيها كل الخبرات اللي مرينا بيها في الرحم، اللي بعضها ممكن يكون جيد وجميل وممتع، وبعضها ممكن يكون سيء نتيجة رسائل نفسية بتوصل للأم زي مش عايزاك، انت جيت غلطة، يا ريت تنزل، أو تغيرات كيميائية بتوصل ليه من خلالها نتيجة تغيرات نفسية أو عضوية. مش بس كده، ده الكلام بيفسر حاجات تانية كتير. عمرك حلمت أو تعرف حد حلم بالبحر؟ شفت في المنام قبل كده أو حد حكالك إنه شاف نفسه بيعوم أو بيغرق؟ بتحب أو تعرف حد تاني بيحب ينام في وضع الجنين؟ كل ده ليه نفس التفسير ونابع من نفس المصدر الداخلي اللي محتفظ بكل ثانية وكل تفصيلة
من مرحلة هامة جدا في وجودك، مرحلة الجنين اللي كنت بتعوم فيها جوه بحر الرحم بأمواجه ومده وجزره. المرحلة دي بتكون الولادة بالنسبة لها هي مرحلة النهاية، نهاية المتعة والجنة والنعيم. عشان كده في نظرية كاملة في علم النفس اسمها نظرية صدمة الولادة. في كمان حلم بيتكرر عند بعض الناس بنسميه حلم نهاية العالم. بيكون فيه العالم بينتهي وبيتدمر، وساعات زلزال، وساعات مية من كل ناحية بتغرق الناس والمباني، ساعات رياح وعواصف ومطر. أحد تفسيرات الحلم ده هو إنه وصف تفصيلي للحظة الولادة اللي انهار فيها عالم الجنين وانتهت حياة الرحم. في علماء نفس بيفسروا إنه رغبة الناس في الموت هي أحد صور رغبتهم في العودة للرحم، المكان المقفول المظلم اللي ما كانش فيه غير السكوت والهدوء والسكون والفراغ. لكن طبعا دي صورة مريضة جدا تستدعي العلاج النفسي المكثف. في ناس كمان بتقول إنه مجرد النوم هو استعادة لذكريات الثبات العميق داخل الرحم. وأنا شخصيا شايف إن الحضن هو البديل اليومي الطبيعي المتاح لاسترجاع مشاعر حضن الرحم. واضح إن الموضوع كبير جدا، بس مش معناه أبدا إن اللي بيحب البحر والمية ده معناه إنه عايز يرجع، أو إن الحنين للرحم ده شيء مرضي أو مستهجن. بالعكس، دي حاجة طبيعية موجودة عند كل الناس في أحد مستويات وعيهم. طب إيه بقى؟ بص يا سيدي وركز معايا كويس قوي، عشان الكلام ده هو الزتونة. احنا في رحلة بدأناها مختارين أو مضطرين أو الاتنين. رحلة بدأناها في الجنة وبنسعى طول حياتنا إننا نرجع ليها تاني، بالعمل والمشقة والصبر، بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، وبالقرب الحقيقي من نفسنا ومن الناس ومن ربنا. بعض الناس عايزة تستسهل وتوصل بسرعة من خلال طرق مختصرة تبعد فيها عن الناس وتكرههم وتحكم عليهم وتسيء معاملتهم تحت ادعاءات فارغة، تبعد عن نفسها وتحقر من شأنها وتتفنن في ذلها بمسميات مغلوطة، وتتصور إن ده بيقربها من ربنا، مع إنه في الحقيقة مش بيقربها من أي حاجة. في صورة مصغرة للرحلة دي بدأناها في الرحم، وجوانا رغبة دايما للعودة ليه. بعض الناس برضو عايزة تستسهل وتوصل بسرعة من غير خوف، من غير ألم، من غير مسؤولية، مرة بالمرض النفسي، مرة بالرغبة في الموت، مرة بالهروب من الناس. لكن ده في الآخر مش بيوصل لأي حاجة. البحر حلو وجميل، لكن عشان تعوم مهم انك تبذل شوية مجهود ومعافرة وكفاح. ساعات هتمشي عكس التيار، وساعات هتقف في وش الموج، وساعات هتقاوم بكل قوتك. الاستسلام للغرق سهل، بس رحلة الحياة مليانة شرف. بعد ما تخلص الفيديو ده عايزك تشوف فيلم جرافيتي، وعايزك تركز في المشهد اللي بتظهر فيه بطلة الفيلم بتاخد وضع الجنين داخل مركبتها الفضائية بعد ما انتهت بيها جميع المحاولات وداقت بيها كل السبل، لكن بعد دقايق تقرر انها ما تستسلمش، وانها تقبل صعوبة الحياة وتتجاوز ألم الفقد وتغامر وتجازف وتقتحم الخطر وتنزل على الأرض وتخطو خطواتها الأولى نحو الحياة. تنزل على شاطئ البحر وكأنها لسه بتتعلم المشي بكل إرادة وإصرار وشجاعة. قوم بقى اشرب شوية مية وكأنك بتشربها لأول مرة، حس بيها واستطعمها، واكتشف معايا إن المية مش زي ما كانوا بيعلمونا في المدرسة ملهاش لون ولا طعم ولا ريحة. المية على رأي دكتور مصطفى محمود ليها طعم الحياة. يلا هنا ودلوقتي جدد علاقتك بالمية، جدد علاقتك بالحياة. أنا خلصت، أتمنى ما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا بالفيديو. حياة سوية مع إسلام أنور، واستنوني في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم.